راندي اورتن بيظهر في عرض الرو النهارده، ولكن للاسف وفين بالور بيوضح سبب الخيانه على ديميان بريست. ودعواتكم لسيس فريكر رولينز شهيد عرض الرو النهارده، واستمرار الجمدان مع تشات جيبل والوايت 6 ودرو ماكنتاير وسي ام بانك في مانداي نايت رو. Give me a hell yeah! Acknowledge me. قبل بس كده ما نبدا يا رجاله، انا عاوز اقول لكم ان تريبل اتش رمز من رموز الفساد التي يجب ان نقتصها من جذورها. انا عاوز افهم فيه ايه بقى. يعني انت امبارح تخلينا نسقف لك، النهارده تخلينا نسب لك. طب يعني حتى ادينا فرصه ناخد وقتنا في التسقيف شويه، يعني مش ممكن كده يعني من اول فقره في عرض الرو تصدمنا كده وتخلينا نسب لك على طول كده. انا حاسس ان تريبل اتش هيخلي الناس تقول وي وونت ماكمان وي وونت ماكمان من اللي هو بيعمله بصراحه يعني. ماشي، تعالوا كده هنفهم ايه الدنيا. بنفتتح العرض بدخول النيو وورلد هيفي ويت شامبيون الرينج جنرال جونتر، وبصراحه فخامه وهيبه جامده جدا جدا بجد. يعني الحزام فخم عليه جدا مع البدله السوداء والهيبه والماشيه اللي هو الميكس البلاك جولد ده جامد جدا. وجونتر طبعا يستحق اللقب ده مفيش كلام، بس يعني انا كان نفسي يبقى قدام شويه، كان نفسي نستمتع شويه بفتره ديميان بريست، بس زي ما قلت لكم الخيانه بتلغي كل حاجه. المهم دخل جونتر وسط تفاعلات جامده من الجماهير، والجماهير كلها كانت عماله تسقف له وتهتف وتقول يو ديزيرفس يو ديزيرفس، انت تستحق انت تستحق كده يعني. واللي هو قسما بالله كانوا بيطلعوا عليه صيحات الاستهجان في سمر اسلام، دلوقتي بقى يو ديزيرفس، ده انتوا جماهير مبالغ فيها. هو طبعا يستحق كل حاجه، بس انا بتكلم على الانفصام اللي احنا عايشين فيه ده. المهم طلع جونتر ومسك المايك وقال ماي نيم از جونتر، أنا الرينج جنرال، أنا أطول بطل انتر كونتيننتال في التاريخ، أنا الكينج أوف ذا رينج، وأنا دلوقتي الورلد هيفي ويت شامبيون. الليلة هيبدأ إرث جديد، هيبدأ تاريخ جديد، لأن اللقب ده والشركة دي يستحقوا أكتر من كده بكتير. ولو أنت كنت معتقد إن اللي أنا عملته ببطولة الانتر كونتيننتال دي حاجة تاريخية وحاجة عظيمة جدا، فأنا عاوز أقول لك إن أنت كل اللي عليك تعمله دلوقتي إنك تقعد وتتفرج وتشوف أنا هعمل إيه كبطل للورلد هيفي ويت، لان انا فوق الكل في الحلبة دي، وانا مستعد لاي حاجة ولاي حد. مفيش اي حاجة تقدر تفاجئني خالص. ومن النهاردة عرض الرو وتاريخ الرياضة العظيمة دي والورلد هيفي ويت شامبيون شيب ملك ليا انا. ايه ده؟ نعم مين اللي هم غلطوا في الموسيقى ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه يا بخه اللي انا سمعته ده. ايه بقرعتك دي؟ ايه اللي حصل ده؟ انت ليه يا بخه مصمم تتشتم؟ ليه مصمم على كده؟ طبعا في ناس كتير جدا فرحت ان راندي اورتن هو اللي دخله، بس انت لو بصيت صح في الموضوع كده هتلاقي ان دي اسوأ حاجه ممكن تحصل لراندي اورتن، بكلمكم بجد والله. تعالوا بس كده الاول نشوف قالوا ايه وبعد كده نتكلم. بدأ جونتر وقال تمام، انا لازم اعترف اني كنت غلطان لما قلت ان مفيش حاجه خالص هتفاجئني، لان فعلا انا اتفاجئت بيك جدا دلوقتي. اسمع يا جونتر، انا حبيت ان انا اخرج لك هنا دلوقتي عشان اهنيك، رغم ان ده مش اسلوبي خالص ولا طريقتي تماما، بس فعلا الذهب ده اللقب ده شكله جامد جدا عليك وهو متعلق على كتافك الالمانيه. انت بطل، مظهرك كويس جدا، حسن المظهر يعني. بس تعرف في حاجه كده مش قادر امنع نفسي منها، وهي ان كل ما عيني بتنزل على اللقب ده بتاكد ان انا السبب الوحيد اللي خلاك تشيل البطوله دي. انت فزت باللقب ده في سمر اسلام عشان هزمتني في الكينج اوف ذا رينج، ولكن هل انت هزمتني فعلا في الكينج اوف ذا رينج؟ ها؟ الناس كلها عارفين ده وانا عارف ده، وتريبل اتش هو كمان عارف ده كويس. الكل عارف ان كتافي ما كانتش متثبته على الحلبه، ولكن 1 2 3 قرار الحكم وقراره نهائي، وانا فاهم ده كويس جدا. انا موجود هنا بقالي سنين، فانا بحترم حقيقه ان الحكم قراره نهائي، بحترم جدا ده. ولكن تريبل اتش شاف اللقطه، وتريبل اتش ساعتها عرف كويس جدا ان اورتن وجونتر لسه ليهم تكمله، وساعتها تريبل اتش اعلن للعالم كله ان هيكون في جزء تاني من جونتر وراندي اورتن، وهو ده بالظبط سبب وجودي هنا الليله. وانا باكد لك ان انا الراجل الوحيد اللي موجود هنا اللي يقدر يحط عليك في الحلبه دي. الناس اللي قاعده دي كلها تستحق تشوف مواجهه بين فلير فيرسس ستيم بوت العصر الحديث، وانا عارف كويس ان انا اقدر اقوم بدور من الادوار دي، عارف جدا ده كويس. لكن السؤال دلوقتي، هل انت هتقدر تقوم بدور حد فيهم؟ ها؟
تمام، انت دلوقتي مسمي نفسك اسطوره حيه، وده شيء كويس جدا انك بتعتبر نفسك اسطوره حيه، لان دي بالنسبه لي حاجه مثاليه جدا، لان انا صنعت تاريخي من قتل الاساطير. My brother, I made a career out of killing legends. لا 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 لا، رايق قوي قوي راندي اورتن في اللقطه دي بجد يعني. وفي باشن برلين انا هعمل ده تاني، وهخرج من المانيا من بلدك وانا نيو وورلد هيفي ويت شامبيون. تمام يا راندي، كل اللي انت قلته صح، وعشان اكون صادق معاك عدم هزيمتك في الكينج اوف ذا رينج بشكل صح ده ساب لي بصمه عار في تاريخي، بس لو في اي اصوات في دماغك بتقول لك انك تقدر تهزمني في برلين فانا لازم اقول لك ان الاصوات دي بتكذب عليك. راندي اورتن اي اكسبت، انا موافق. وبس كده يا معلم، مديله ايده وسلموا على بعض وسابوا ومشي، وانتهت الفقره دي على كده. بصوا الفقره جامده والكلام جامد، والاتنين دول جامدين جدا جدا بصراحه على المايك، ويعني عملوا فقره حلوه جدا بجد، وتحس ان العداوه بينهم جاهزه جدا ومتشفيه كده. اللي هو الحكم غلط غلطه جامده جدا في الكينج اوف ذا رينج هي اللي عملت كل الكلام ده، ولكن اللي مضايق بقى الواحد واللي مخليه مش حابب العداوه دي ان هي تحصل هو ان يعني مش كفايه بقى تقليل من راندي اورتن، مش كفايه تقليل منه بجد والله العظيم. يعني راندي اورتن السنه دي خسر في كل المباريات اللي لعبها في اي عرض شهري، ما كسبش ولا ماتش، ودلوقتي هو على ابواب خساره جديده في عرض شهري جديد، لان العرض ده في بلد جونتر. تاني حاجه ده اول دفاع لجونتر على اللقب، يعني بنسبه 99% جونتر هيفوز على راندي اورتن، وهيستمر راندي اورتن في سلسله الهزايم الغير مستحقه جدا جدا. انت لو عاوز تدي دفعات للشباب الجديده وكده فبجد من الغباء جدا انك تعملها مع راندي اورتن دلوقتي. ليه؟ هقول لك ليه. انت عندك دلوقتي مثلا جون سينا بيرجع يدي دفعه لمصارع ويمشي، عندك بروك ليزنر مؤخرا بقى بيرجع يدي دفعه لمصارع ويمشي. خدتوا بالكم انا قلت ايه؟ بقول بيرجع وبيمشي، لكن راندي اورتن لا، راندي اورتن فول تايم بدوام كامل موجود على طول، والراجل يعني اقل حاجه مكمل معانا بتاع حوالي 5 سنين كده ولا حاجه على ما يعتزل، ويمكن اكتر من كده كمان. هل بقى يعني ده معناه ان انت هتفضل من دلوقتي لمده 5 سنين راندي اورتن يقعد يخسر ويخسر عشان خاطر الشباب؟ يعني ايه الكلام ده يا جدعان؟ بجد والله العظيم ايه العبث ده؟ انا مش فاهم، ما مره كده ومره كده يا عم، ايه العبث ده؟ فدي حاجه بجد مستفزه جدا يعني. بس عامه يعني بجد راندي اورتن ما يستحقش كل الهزائم دي والله. عموما هو ده اللي حصل، وزي ما قلت لكم ان الفقره نفسها كانت حلوه جدا، واديها 8.5 من 10. بعد كده بقى بنروح لاول مباراه معانا، لودفيج كايزر ضد الكالتيك وورير شيماس. الماتش ده كان قوي جدا وحلو وحماسي وكل حاجه، بس انا اتصدمت جدا في الاخر لما لقيت ان شيماس هو اللي فاز. اللي هو ايه ده بجد؟ معقول شيماس هو اللي فاز؟ شيماس بتاعنا هو اللي فاز وعلى واحد شاب كمان؟ انا حسيت ساعتها ان الحكم هيرجع في كلامه ولا حاجه، حسيت ان في حاجه غلط مش تمام يعني، بس يعني ده لا، ده طلع كسب بجد بجد يعني. فاللي هو يعني حد يصدم حد كده؟ ماشي. المهم ان الفتره اللي فاتت دي بيت دان اللي هو كان صاحب شيماس زمان قلب عليه قلبه كده وغدر بيه غدره يعني اللي هي جت وعدت ومحدش حس بيها اصلا يعني. المهم هو دخل النهارده عشان يهجم على شيماس، بس شيماس نولها له في وشه وفاز في الاخر على لودفيج كايزر. السؤال هنا بقى، هل شيماس فاز النهارده عشان يلعب على بطوله القارات في باشن برلين ولا ايه الدنيا؟ اعتقد بصراحه عشان يلعب على بطوله الانتر كونتيننتال في باش ان برلين ضد برون بريكر، يعني هو بنسبه كبيره جدا ممكن يكون اول خصم لبرون بريكر بعد سامي زين. عموما هنشوف. ماتش كان جامد جدا بصراحه، ويعني فرحت جدا من قلبي ان شيماس فاز اخيرا، واديله 8 من 10. بعد كده بقى بيدخل ديميان بريست وهو غضبان ومتضايق وعلى اخره حرفيا، وبيطلع على الحلبه بسرعه جدا وبيمسك المايك وبينده على فين بالور، بس فين بالور ما طلعش. فديميان بريست كمل كلامه وقال: هو اللي حصل ده بجد؟ ازاي اتحولت من كونك البرنس فين بالور لحسالة بيطعن في الظهر لجبان؟ انت عارف كويس قوي انا جيت منين، انت عارف كويس قصتي، انا عشت معظم حياتي لوحدي لحد لما لقيت الجادجمنت داي، هم اللي حسسوني ان ليا مكان وبنتمي ليه، لحد يوم الجمعه اللي فاتت لما الدبليو دبليو اي عرضت فيلم وثائقي ليا، فساعتها انا سمعت اللي الناس قالته، انا سامعكم كلكم وشايفكم كلكم، وساعتها ادركت ان عيلتي كبرت وبقت اكبر بكتير جدا. فين بالور، احب اقدم لك عيلتي الجديده. وهو هنا كان قصده على الجماهير، هو بيقول ان الجماهير كانت بتهتف له لما شافوا الفيلم الوثائقي بتاعه، وهم دلوقتي كمان كانوا بيهتفوا ليه، فهو بيقول ان الجماهير دلوقتي بالنسبه له بقت العيله، بقت عيلته وكده يعني. فين بالور، هل انت فاكر اني متضايق اني خسرت اللقب؟ لا 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 يا معلم، انا اللقب ممكن ارجعه تاني، انا بس كل اللي متضايق منه دلوقتي انك خدت اللقب مننا كلنا، انت خلتني احس وكاني خيبت امل عيلتي الجديده.
فبالنسبه لواحد زيي انت عارف كويس قوي ان انا مش هسيب الموضوع يعدي كده. لا، فين بالور اخرج لي هنا دلوقتي وتعالى نتقاتل. قام جاي ساعتها فين بالور ظهر له على الشاشه لوحده عشان يعرفوا سبب غدرته بيه في سمر اسلام. فبدا بالكلام وقال: ديميان، انا عاوزك تعرف انك انت اللي جبت كل ده لنفسك. اسمع، انا ما خنتكش، انت اللي خنت الجادجمنت داي. انت عارف كويس الامور ماشيه ازاي هنا معانا. احنا ما عندناش قائد في الجادجمنت داي، لكن كل ده اتغير لما انت بقيت البطل وعملت علينا قائد. من سنه واحده بالظبط انا كنت على وشك ان انا اكون بطل، ولكن الصوره دي في الاخر هي اللي حصلت وانا مش ناسيها لك. فساعتها انا قررت ان انا استنى، وبالفعل استنيت سنه كامله عشان اديك الامان واديتهولك، وبعد كده خدعتك وخدعت كل جماهيرك. انت مجرد واحد جاي من الشارع، لا انت مجرد خسران جاي من الشارع. انا مش هقتلك الليله، لا، لكن عارف مين اللي هيقتلك الليله؟ اللي هيعمل كده شخص كان نفسه في كده من بدري جدا وهو يستحق ده. جي دي هو اللي هيقتلك، انما انا لا، انا هستنى لحد لما تحس بالامان، لحد لما تحس بالراحه، هستنى لحد لما تنساني خالص. ولكن لما تديني ظهرك ساعتها انا هاجي تاني عشان اطعنك في ظهرك مرارا وتكرارا، ومش هعمل كده لوحدي، لا، كلنا هنعمل كده. وساعتها لقينا بقيه الاعضاء جم اتلموا حواليه، كارليتو وجيدي ماكدونا وليف مورجان بتبوس في دمدم. انا دمدم ده ما بقتش اشوفه غير يا اما بيتباس يا اما بيبوس، يعني انا مش فاهم بجد في ايه يعني فعلا يعني. ماشي، عموما فين بالور بيعرفنا السبب اللي خلاه يغدر بديميان بريست، وهو انه مش ناسي ان ديميان بريست كان سبب خسارته قدام سيس فريكا رولينز في الماني ان ذا بانك السنه اللي فاتت لما دخل وشتته. فهو طلع مش ناسيها له خالص، وطلع اللي هو قلب اسود وشايل منه جدا يعني. السبب الثاني بقى وهو ان ديميان بريست عمل عليهم قائد لما بقى الورلد هيفي ويت شامبيون، وهم كانوا متفقين جدا من البدايه ان مفيش قائد في الجادجمنت داي، بس ديميان بريست عمل عليهم قائد، فدي كانت النهايه. فهي دي اسباب غدر فين بالور لديميان بريست. اما بقى دمدم فهو اسباب الخيانه بتاعته معروفه جدا، زهق من البطيخ فقال يجرب الفراوله بس يعني. المهم بنروح لماتش ديميان بريست ضد جيدي ماكدونا، وبجد انا اتصدمت من جيدي ماكدونا جدا. انا لقيت واحد تاني بيلعب داخل مش خايف من ديميان بريست، لا بيجري ولا بيهرب ولا اي حاجه خالص، لا ده كان بيضرب في ديميان بريست بكل غل، اللي هو تحس ان هو مصدق ان هم قلبوا على ديميان بريست، لان طبعا زي ما انتم عارفين ديميان بريست كفره وخلاه يلحس تراب الحلبه عشان ينضم ليهم في الجادجمنت داي. فاكرين الفتره دي؟ فهو غالبا بقى مصدق ان ده حصل يعني. بس عاوز اقول لكم ان هو اتاكل علقه بنت لذينه، مش ممكن، مات ديميان بريست موته. ديميان بريست كان هين عليه يجيب منه يعني وجبات ماكدونالدز صغيره كده، يا ساتر يا رب، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بجد جيدي ماكدونا النهارده زعل جامد يعني. المهم في الاخر ديميان بريست كان خلاص هيخلص عليه، قام طلع له فين بالور من تحت الحلبه وهجم عليه ونزل دب فيه. فساعتها الحكم نهى المباراه بالدي كيو. بس بجد والله العظيم بقى انا عاوز افهم في ايه، هم ازاي بيقعدوا تحت الحلبه كل ده؟ هو في بلاي ستيشن تحت ولا حاجه؟ في ايه يا جدعان؟ مش عارف بجد في ايه يعني. المهم طلعوا كلهم دبوا في ديميان بريست، بس بصراحه ديميان بريست كان على وضعه جدا وعكس الهجوم عليهم. هم اصلا فريق تعبان اساسا، ما فيهمش غير فين بالور بس، فصباح الفل يعني. المهم هو كان لسه هيفنش فين بالور، قامت ليف مورجان لحقته وطلع دمدم بعدها، وهو وليف مورجان فضلوا يضربوا في ديميان بريست. ففي اللحظه دي دقت موسيقى ريا ريبلي، دخلت ريا ريبلي بسرعه اللي هو هجيبك يا ابن والله ما هسيبك، هجيبك يا ابن الشتيمه انت، هجيبك. بس ساعتها هو خلع وريا ريبلي قفشت ليف مورجان من شعرها اللي هو تعالي لي بقى، ومسكتها وهاتك يا دب فيها. بس في الاخر دمدم رجع خد الحته الطريه بتاعته وخلع، وكلهم تقريبا كانوا خلعوا. انت بتعمل ايه؟ الله يخرب بيتك. ده بقى الوحيد اللي كان قلبه جايبه تقريبا، اللي هو غالبا ما استكفاش من الضرب اللي كاله من ديميان بريست، فحب ان هو ياكل تاني يعني. فريا ريبلي ساعتها طلعت له واديته واحده زين الدين زيدان في نهائي كاس العالم في 2006، يعني ما شاء الله عليها رياضيه جدا يعني. وبعد كده ديميان بريست خدوا واحده ويا نهار ازرق على الرفعه، واحده تشوك سلام، وبس كده هو وريا ريبلي خلصوا عليهم وحيوا الجماهير، وبيعلنوا رسميا ان هم بره الجادجمنت داي، وبيعلنوا رسميا ان هم خلاص بقوا بالشخصيه الفيس، وبقوا بيحبوا الجماهير وبيعتبروا الجماهير ان هم عيلتهم وكل الكلام ده. وقريب جدا جدا هتلاقي ريا ريبلي ما بقتش تحط الميك اب اللي هي بتحطه ده، وبرضه هتلاقي ديميان بريست قريب جدا هيغير من طريقه لبسه.
ولكن اللي حصل بقى ده بيقول لك ان العداوه بينهم مطوله حبه حلوين. ممكن في باشن برلين نلاقي ديميان بريست ضد فين بالور وليف مورجان ضد ريا ريبلي، او ديميان بريست وريا ريبلي ضد فين بالور وليف مورجان ماتش تاج تيم. اللي هو من الاخر كده العداوه دي هيطلع منها بتاع حوالي 5000 ماتش كده ولا حاجه، هيلعبوا كتير جدا مع بعض، يعني ماتشات كتيره جدا، ولكن وش بنسبه كبيره جدا هيلعبوا في باشن برلين وباد بلاد. بس كده فقره كانت جامده جدا، وسيناريو الجادجمنت داي جامد جدا بجد، والفقره بتاعتهم النهارده خدت بوب وتشجيع وتفاعل وحماس جامد جدا جدا من الجماهير، وده بصراحه اللي كان متوقع، واديها 9 من 10. بعد كده بقى بنلاقي برونسون ريد بيروح لادم بيرس وهو متضايق منه جدا بسبب ان ادم بيرس خلى شيماس يلعب النهارده المباراه بداله، فهو بيقول له ليه عملت كده؟ ده الاسبوع اللي فات انا اللي فزت على شيماس، يبقى ليه انا اللي اتهمش؟ ليه؟ انا زهقت من معاملتك ليا وعدم احترامك ليا، زهقت، وانا بعد كده اللي هحدد طريقي بنفسي عشان انا عاوز اوصل للقمه وهعرف اوصل لها ازاي. وسابه ومشي. وفعلا برونسون ريد عنده حق جدا، كل اسبوع برونسون ريد يفوز وفي الاخر لا بياخد فرصه على لقب ولا بيلعب ماتش مهم ولا بيلعب في عروض شهريه ولا اي حاجه خالص. فهو جاي النهارده يعرف ان هو خلاص هيتصرف من دماغه بعد كده، انت مالكش لازمه يا ادم بيرس كده، يعني على السكه والدغري. وطبعا للي ما شافش العرض اكيد دلوقتي مستغرب انا ليه مهتم بفقره برونسون ريد وبتكلم عنها، هتعرف كل حاجه دلوقتي. بعد كده بقى بيدخل البيست ان ذا وورلد سي ام بانك. داخل سي ام بانك وهو يعني في ابتسامه كده على وشه، يعني تحس ان هو خارج من الماتش كسبان مش خسران، يعني بالابتسامه والفرحه اللي على وشه دي. بس بجد الستايل بتاع سي ام بانك ده جامد جدا، يا ريت يفضل ويكمل بيه على طول، يا ريت يعني. المهم سي ام بانك النهارده عمل لقطه حلوه جدا جدا، يعني عجبتني بصراحه قوي منه. يعني بدا سي ام بانك بالكلام وقال ليه ببتسم؟ ليه انا سعيد جدا دلوقتي؟ كل ده هنتكلم عنه دلوقتي، بس قبل اي حاجه انا عاوز اخصص دقيقه كده عشان عاوز اصرخ واهني صديقي وصاحبي اخويا بلال محمد اللي فاز بلقب اليو اف سي الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده كان زحمه جدا بس انا ما نسيتش وبهنيه جدا دلوقتي قدامكم كلكم. انا بحب اشوف الحاجات الجامده الحلوه بتحصل للاشخاص الطيبين زي بلال محمد. هي دي اللقطه اللي عجبتني بصراحه. بلال محمد هو اول بطل فلسطيني يفوز بلقب اليو اف سي، وسي ام بانك بيحبه جدا وكان بيدعمه طول الفتره اللي فاتت دي، فانا بصراحه حبيت اللقطه دي جدا من سي ام بانك. تمام، ليه بقى انا سعيد دلوقتي؟ انا خسرت في سمر اسلام مباراه كبيره جدا، بس انا ما جيتش المدينه هنا بقالي اكتر من 10 سنين، فلما اخرج دلوقتي هنا والاقي اكتر من 10000 شخص بيصرخوا باسمي ده ما يخلينيش ابقى سعيد. الخساره في سمر اسلام مش هي اللي مخليني سعيد، لا خالص. سمر اسلام ما كانش مضمون اصلا، وانا عارف كويس ان في كتير جدا منكم بيحبوني، ولكن في بعض الاشخاص هنا في الشركه بيكرهوني جدا جدا لان ما بحبش ولا بفضل اكون موجود في الاسفل. لما قلت دلوقتي ان سمر اسلام ما كانش مضمون بالنسبه لي، فده عشان انا اتعرضت لاصابه في شهر يناير وكل حاجه ساعتها اتاخدت مني واتقال لي ان اصابتك هتقعد 9 شهور. بس عارفين انا ليه سعيد؟ عارفين ليه انا فخور بنفسي؟ لان الاول مره في حياتي يتقال لي اصابتك هتقعد 9 شهور وانا اتعافى منها بعد 5 شهور بس. فعشان كده انا سعيد جدا. بس في راجل هنا كبير وضخم وقوي، بس راجل ابن اسمه درو ماكنتاير. الراجل ده اذاني وعمل كل اللي عمله ده، وكمان ساعتها كان مبسوط جدا باللي عمله، وقال ان هو صلى عشان اتصاب وحط اسمي على قميصه وقال ان هو هيدمر حياتي، وقال اكاذيب عني كتير جدا عشان يحس بالتحسن من جواه. فليه بقى انا سعيد دلوقتي؟ عشان انا خسرت قدام درو ماكنتاير؟ لا 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 لا، عشان انا رجعت. سمر اسلام ده كان البدايه، وانا عارف كويس جدا ان ريسل مانيا الطريق بتاعها بيبدا من الرويال رامبل، لكن طريقي انا لريسل مانيا بدا من يوم السبت. انا بدات من تحت كتير قبل كده وكنت دايما بشق طريقي لفوق، ودلوقتي احنا ما زلنا في السمر، وانا شايف ان المكان هنا مليان بالاشخاص الجامده اللي يستحقوا كلام قليل من سي ام بانك والمزيد من القتال من سي ام بانك. انا عاوز جوله تانية مع درو ماكنتاير لان هو قال ان هو هيدفني، بس انا ما زلت واقف هنا ولسه في هوا في صدري بتنفسه ولسه في دم في عروقي. وقام جاي دخله الريفولوشنري سيس فريكن رولينز. ايه ده؟ في ايه؟ هو سيس ما بيرقصش ليه؟ فين الرقص والدلع والحاجات العبيطه دي؟ فين الكلام ده كله؟ وبعدين ايه التكشيره دي؟ معقول سيس فريكن رولينز هياخد الموضوع جد شويه؟ معقول يا راجل؟ حمد لله على السلامه، حمد لله على السلامه يا عبد الصمد، اخيرا يا اخي. لا واللبس النهارده مش حريمي، هو لبس غريب لكن مش حريمي. هو غالبا الجي تي اس بتاعت سي ام بانك يعني ظبطته شويه، لا ولسه كمان هيتظبط دلوقتي تاني جامد جدا يعني. المهم دخل وقلع البتاع اللي كان لابسه ده،
ايه ده؟ ايه الكرش ده؟ ايه الفورمه المعفنه دي؟ دي فورمه بلبن دي ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ هو سيس ايه اللي حصل له؟ مش فاهم. هو متقل شويه في الاكل قبل ما يدخل ولا ايه؟ مش فاهم. ماشي، ما علينا ما علينا. المهم قال لي سي ام بانك انا شايفك بقيت في حاله كويسه دلوقتي، فدلوقتي جه الوقت اللي انا كنت مستنيه من 10 سنين عشان احط راسك في التراب. وجاي يدخل الحلبه يهجم عليه، فساعتها سمعنا صوت درو ماكنتاير جاي من عند الجماهير، وكان بيقول لهم استنوا يا شباب، استنوا. ايه كل السلبيه اللي انتوا فيها دي يا شباب؟ الليله جميله، الليله ليله الاحتفال. الكل هنا بيتكلم عن اكبر مباراه اتلعبت في سمر اسلام لما فاز درو ماكنتاير على سي ام بانك، وسيس رولينز هو اللي حسب النتيجه بعد 1 2 3. فدلوقتي انا هقول حاجه حلوه عنك يا بانك، انت صدمتني بصراحه، صدمت العالم كله في سمر اسلام. انت جيت للمعركه واثبتت انك لسه قادر تلعب، بس خلاص ما بقتش البيست ان ذا وورلد. انا اللي بقيت كده. ايه يا جماعه، انتوا هتفضلوا باصين لبعض كده كتير؟ ايه رايكم تبصوا هنا؟ طيب تمام، انا عارف ازاي هخليك تنتبه لكلامي دلوقتي. خمن كده ايه اللي لسه موجود معايا في ايدي دلوقتي. ها خمن كده يا بنك. لسه معايا كلبك الغبي ومراتك الحلوه الجميله اي جي. اوه لا لا لا، ده احنا كده دخلنا في اعراض، ما ينفعش. فساعتها سي ام بانك الدم غلي في عروقه، فساب سيس وطلع يجري بين الجماهير عشان يجيب درو ماكنتاير، بس درو كان خلع. المهم بقى في اللحظه دي لقينا برونسون ريد بيهجم على سيس فريكي رولينز، وعينك ما تشوف الا النور يا مؤمن. اللي هو خلاص بقى انا قلت لادم بيرس ان انا هشوف طريقي بنفسي. فكان اول واحد في طريقه هو سيس فريكي رولينز، مسك سيس وعمل منه مشروع شهيد. ما كنتش متوقع ان هقول كده على سيس رولينز في يوم من الايام، بس بجد سيس فريكي رولينز النهارده كان شهيد عرض الرو. ليه بقى؟ عشان برونسون ريد هرسوا بمعنى الكلمه. عدوا معايا كده يا رجاله، الواحد واقف مظبوط، والاثنين بتبص عليه، والثلاثه 3 سنات، والاربعه 2 و2، الرابعه الخامسه السته. يعني اللي هو كفايه كده، كفايه، ده الضرب في الميت حرام، كفايه. تيتو سونامي يعني كافلين ان هم يسفلتوك بالحلبه، يعملوك رسمه كده على الحلبه زي رسمه مشروب برايم ده. انا وانا بتفرج تعبت اساسا، فانا مش فاهم بجد سيس رولينز استحمل ده كله ازاي بجد يعني. وبعد كده فين وفين بعد 6 تسونامي، وبعد ما يعني بتوع الامن اتحايلوا عليه والجماهير اتحايلت عليه ان هو يسيب سيس رولينز، فين وفين سابوا الحمد لله، وانتهت الفقره دي على كده. دعواتكم بقى كده لسيس فريكي رولينز عشان هو بيتحاسب دلوقتي بجد، يعني الكلمه فعلا يعني لايقه عليه جدا بعد اللي حصل له ده. المهم الفقره مفسره نفسها بشكل واضح جدا. سي ام بانك عاوز يلعب ماتش تاني مع درو ماكنتاير، بس سيس رولينز خلاص لقى ان سي ام بانك اتعافى من الاصابه، فدخل ينتقم منه ويبدا معاه العداوه. بس درو ماكنتاير مش عاوز يجيبها لبر، اللي هو انت خلاص يا درو كسبت وخدت حقك، ليه بقى بتنكش تاني ليه؟ فبصراحه درو ماكنتاير يستاهل اللي يحصل له. يعني لو هو خسر المره الجايه فهو يستاهل بقى بصراحه، يعني لان المره دي هو داخل في اعراض، فيعني الموضوع كبر جدا يعني. المهم بكده درو ماكنتاير وسي ام بانك عداوتهم لسه شغاله. طب سيس رولينز بقى هنعمل فيه ايه؟ هندخله واحد يدب فيه عشان ينشغل معاه وما يبقاش فيه حيل خالص ان هو يتدخل تاني في عداوه درو ماكنتاير او سي ام بانك، خلاص كده. ولما بقى يبقى يخلص من برونسون ريد يبقى ساعتها بقى يرجع تاني لسي ام بانك. بس شكلها كده والله اعلم سيس فريكي رولينز ودرو ماكنتاير لو قابلوا بعض هتبقى في ريسل مانيا 41. يعني هيفضل سيس رولينز مشغول الفتره الجايه دي كلها، مره كده مع برونسون ريد، مره مع حد تاني كده يعني، لحد لما نقرب على ريسل مانيا. بس كده عموما الثلاثه دول كل ما يجتمعوا مع بعض يعملوا فقره عظيمه جدا بجد يعني. بس المره دي الادوار اتبدلت، سي ام بانك هو اللي طالع يندب وعمال يحكي قصه حياته، ودرو ماكنتاير طالع مبسوط والغزاله رايقه جدا على الاخر، اللي هو سبحان مغير الاحوال. وبدل ما كان هو اللي بيجري وراه هنا عشان عاوز سي ام بانك، دلوقتي بقى سي ام بانك هو اللي بيجري وراه عشان هو اللي عاوزه. فيعني اما بقى سيس رولينز فيعني مش عارف اقول ايه بجد والله، يعني دعواتكم ليه، يعني مش عارف اقول لكم ايه. انا ملاحظ ان الشهداء كتروا جدا الفتره دي. كيفن اوينز دلوقتي انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. عموما الفقره كانت حلوه جدا، واديها 10 من 10 ما فيهاش كلام. بعد كده بقى حصل فقره تبان ان هي فقره عاديه جدا بين سامي زين وجاي اوسو في الكواليس، تبان ان هي فقره عاديه ما فيهاش اي حاجه خالص، بس شكلها كده مش عاديه وعاوزه لها قاعده لوحدها. فانا الفقره دي هتكلم عنها في الفيديو الجاي اللي هو هيكون بكره او بعد بكره ان شاء الله باذن الله، يعني عشان هي مهمه جدا بالنسبه لي. بس كده.
بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي معانا، الوايت 6 إيريك رون، جو جيسي وديكستر لوميس ضد تشاد جيبل وكرييب برازر. مباراه بجد كانت تستحق تكون في عرض شهري بجد والله العظيم، من الجمدان واللعب والمتعه اللي هم كانوا فيها. واكتر اتنين علقوا معايا وكانوا جامدين جدا في الماتش ده كان ديكستر لوميس وجو جيسي، بجد قدموا اداء جامد جدا. وكان نفسي المباراه دي تكون في عرض شهري عشان اتكلم عنها براحتي، لان هي فيها تفاصيل كتيره وجامده جدا جدا. بس طبعا النهايه كانت متوقعه جدا جدا. خلصها في الاخر الوايت 6 وهم اللي فازوا، وطلعوا بعد كده احتفلوا مع الجماهير وحضنوا بعضهم، وانتهى العرض كله على كده. بس لسه مش معروف هل عداوتهم مع تشاد جيبل وكرييب برازر خلاص انتهت على كده، ولا لسه ممكن نلاقي العم هاودي اللي هو ابو دالاس بيلاعب تشاد جيبل في ماتش فردي في باش ان برلين. فهنشوف. عموما الماتش كان جامد جدا واديله 8.5 من 10. واعذروني على تاخير السوبر سانكس لان الفيديو النهارده طويل جدا، وامبارح برده كان طويل جدا جدا. لكن في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنلم كل حاجه فيه وقع مننا، اخبار، توقعات، احصائيات، السوبر سانكس، كل حاجه ان شاء الله. وبس كده يا معلم. عرض النهارده يا رجاله كان جامد جدا جدا. عروض الرو الفتره دي كلها اصلا جامده بشكل غير طبيعي. العرض بصراحه كان متوازن جدا، الفقرات جامده والماتشات جامده والفقرات اللي في الكواليس برضو جامده. فبجد العرض كان تمام جدا واديله 8.5 من 10. واجمد حد فيه بالنسبه لي كان البيست ان ذا وورلد سي ام بانك والكامبيون ديميان بريست. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في ماندي نايت رو. قول لي بقى في الكومنتات تفتكر هل ممكن نتفاجئ ونلاقي راندي اورتن هو اللي بيعملها وبيفوز في باش ان برلين، ولا ده مستحيل؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.